السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا. هنعمل مع بعض العيش الفينو وكمان العيش الكايزر. شوفوا طالع بقى هش وزي القطن بالظبط. عجينة مظبوطة، مقادير مظبوطة، هتعجبكم جدا وكمان هتنجح معاكم من أول مرة. بمناسبة بقى رجوعنا للمدارس وتحضير السندوتشات واللانش بوكس، فحبيت ان انا اشارك معاكم وصفة العيش الفينو والعيش الكايزر. هنعمل بيه كمان سندوتشات للبرجر بتبقى حلوة جدا. يلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا. بس الاول اللي لسه ما اشتركش في قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للوصفة الحلوة دي. ويلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا ونشوف هنحضرها ازاي مع بعض. بصوا بقى جمال الساندوتش البرجر بتاعنا شكله حلو جدا. يلا نشوف الطريقة مع بعض. عندنا أول حاجة الدقيق. أنا استخدمت كيلو من الدقيق. هنحط بقى على كيلو الدقيق ده معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. هنقلب كل المكونات الجافة دي كده مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم بقى بالمواد اللي هي السائلة. هنعمل دايرة كده أو فحرة كده من الدقيق، وبعد كده بنزل عليهم باتنين من البيض وكوبايتين من الحليب، بس الكوبايتين بتوع الحليب مش مليانين للآخر. وعندنا معلقتين كبار من العجينة اليابانية. عارفين طبعا طريقة العجينة اليابانية، عملناها مع بعض كتير جدا قبل كده، قلتلكم على طريقتها. دي بتبقى زي محسن طبيعي للمخبوزات، بتبقى حلوة جدا وبتخلي العجينة بتاعتنا هشة وطرية. عجنا بقى كل المكونات دي كده مع بعض. بنزل عليها بعد كده بمعلقتين كبار من السمنة، الزبدة، الزيت، اي حاجة متوفرة عندك من التلاتة دول استخدميها. بنفضل بقى نعجن فيها كويس جدا. لازم العجينة بتاعتي تكون طرية، ما تبقاش ناشفة ابدا. بغطيها بقى بالاسترتش وبسيبها لحد ما تخمر. كده خلاص بقت خمرت وبقت جاهزة معايا. ببتدي بقى ان انا احطها كده وبجيب السكرابر وببتدي ان انا اقطعها كور صغيرة علشان ابتدي ان انا اقسمها يعني للعيش الكايزر والعيش الفينو. لازم العجينة بتاعتي تكون طرية علشان يبقى فيها طراوة كده في العجين، ما تبقاش مكتومة. وكمان ان هي تكون تتفرد معايا بكل سهولة. هتشوفوا واحنا بنفرد العيش الفينو دلوقتي مش هنستخدم دقيق ولا حاجة. ده العيش الكايزر، احنا كل اللي بعمله ان انا بفردها كده في ايديا. طبعا انا بكون مسحة ايديا بس مسحة زيت بسيطة علشان العجينة ما تلزقش في ايديا، وبفردها على ايديا كده بالشكل ده. وببتدي ان انا اقفلها كورة، وبخلي طبعا الوش بتاعها يكون متساوي علشان تطلع معايا كويسة وشكلها حلو في النهاية. طريقتها سهلة جدا، طريقة العيش الكايزر سهلة جدا. ولو حابين بقى نعمل الاحجام اللي احنا عايزينها، يعني لو اطفال مثلا هنعمل لهم السندوتشات دي، فنقلل المقاس بتاعها شوية. لو حابين ان احنا نعمله عيش يكون حجمه كبير شوية، او العيش الكايزر يكون حجمه كبير، فنكبر العجينة شوية. فعلى حسب المقاس اللي احنا عايزينه بنقدر بقى ان احنا نعمله. لان الاطفال يعني دايما مش بيستخدموا العيش كله، يعني بتلاقيهم سايبين من العيش. فنعمل على قد الحجم اللي هياكلوه، فاهميني؟ فاحنا لما نعمل الحاجة في البيت نقدر ان احنا نعمل الاحجام اللي احنا عايزينها. عملنا العيش الكايزر ورصيته في الصاج، وبعد كده ببتدي ان انا اجهز العيش الفينو. طريقته سهلة جدا، يعني بنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا. طبعا احنا ما عندناش القوالب بتاعة العيش الفينو دي، فكل اللي انا بعمله بفرده كده بايديا بالشكل ده وبلفه رول. ده ابسط شكل للعيش الفينو، سهل جدا، وزي ما شفتوا طالع معانا حلو جدا.
وكمان العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة، مش محتاجة دقيق ولا اي حاجة. بصوا هنا انا جبت شوية دقيق علشان لو حابين ان احنا كمان نفرده يبقى مقاس اكبر، فممكن بالنشابة كده نفرده يبقى عيش يعني طويل. ففي الاول ده كان صغير، بس بالنشابة فردته بقى وعملته يبقى كبير. بجيب بقى سمسم، بحط على الوش كده سمسم. طبعا لو حابين ندهن الوش بتاعه اي حاجة، بيض، الحاجات، اللبن، الحاجات دي ممكن طبعا، بس انا ما دهنتش الوش بتاعه اي حاجة، انا حطيت بس رشة كده من السمسم. وطبعا بسيبه تاني يخمر، مش بدخله الفرن على طول، لا بسيبه يخمر وبياخد راحته في ان هو يخمر، يبقى يعني وقت كويس جدا علشان ادخله بقى على فرن سخن. فبسيبه براحته لحد ما يخمر ويتضاعف كده بالشكل ده. ببتدي ان انا اكون مسخنة الفرن، وببتدي ان انا ادخله على فرن سخن. لازم درجة الحرارة بتاعته تكون عالية علشان يرتفع معايا، ما يهبطش لما يدخل الفرن. بعد ما بيخرج على طول، اول ما بيخرج من الفرن على طول ببخاخ المية ببتدي ان انا ارشه كده بالشكل ده، وبفوط نظيفة ببتدي ان انا اغلفه واقفل عليه. لازم الحركة دي تتعمل اول ما يخرج من الفرن على طول وهو سخن. لازم اعمل بالبخاخ المية كده يطلع البخار، بروح بقى قافلة بالفوط كويس جدا علشان اكتم البخار ده، فيطلع بقى معايا طري وهش وحلو جدا. شوفوا بقى شكله طالع بجد حلو جدا. بنسيبه متغطي كده بالفوط 10 دقايق بالكتير يعني. وبعد كده بشيل بقى الفوط دي، هو بيكون بارد خلاص. بشوف بقى النتيجة بتاعة العيش بتاعتنا بجد بتكون حلوة جدا. شوفوا بقى من جوه طري وهش وزي القطن بالظبط، يعني بصراحة بتكون حلوة جدا. شوفوا العيش كمان حلو جدا، شكل وطعم، ومن جوه مش مكتومة خالص، لا كلها فراغات. العيش مش معجن خالص من جوه، مش مكتوم. بجد حلو جدا، احلى بكتير من اللي بنجيبه جاهز من بره. تعالوا كمان نفتح العيش الكايزر كده من جوه ونشوف شكله. بصوا بقى شكله من جوه حلو جدا. وزي ما قلت لكم بنقدر نتحكم في حجم العيش. لو أطفال نعمل لهم حجم الرغيف العيش يكون أصغر من كده علشان ياكلوه كله وما يسيبوش منه حاجة. ولو حابين كمان نعمل حجم أكبر من كده، فيعني احنا في البيت بنعمل اللي احنا عايزينه، الحجم اللي احنا عايزينه بنعمله. تعالوا كمان نجهز كده ساندوتش برجر من ايدينا في البيت، يعني بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بنحط طبعا الصوص، وبعد كده بنحط بقى الخاص، بعد كده بنحط اللي هي اللحمة بتاعة البرجر، قطعة البرجر، وطبعا مسيحين عليها الجبن. بعد كده بحط بقى الصوصات، ويعني الطبقات اللي احنا عايزينها، طماطم، صوص تاني، يعني اللي احنا عايزينه. بصوا بقى عندنا ساندوتش برجر رهيب. وكمان جبت كده شوية بطاطس كمان محمرة وعليها خلطة حلوة جدا. فيعني كان طعمه فعلا بجد لذيذ، وحاجة نظيفة في البيت مضمونة، يعني ناكل كده واحنا مغمضين. بجد حلوة جدا، احلى بكتير من اللي بنجيبه جاهز من بره. نعملها للولاد في البيت هيحبوها جدا، وكمان نكون ضامنين نظافة الحاجات بتاعتنا. شوفوا بقى العيش طالع بجد حلو جدا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، هتعملوا أحلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. عيش فينو وعيش كايزر حلو جدا بكل سهولة وبكل نظافة عندنا في البيت، وهنعمل أحلى سندوتشات، وكمان أحلى سندوتشات برجر هننفذها لولادنا وهيحبوها جدا. استنوني إن شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم، مع السلامة.